السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في شوط أول ممتع ومثير، الزمالك تقدم على الإسماعيلي بثلاثية لهدف واحد. بدأت المباراة بتشكيل نموذجي من فيريرا 4-3-2-1. دي التشكيل اللي طالب بيه معظم الجماهير إن دي أنسب طريقة للزمالك. المباراة بدأت مثيرة حماسية من الجمهورين، وبدأت بهدف مبكر للإسماعيلي، هدف ذاتي. أحمد أبو الفتوح أحرز الهدف نفسه من ضربة ثابتة لعبها صالح جمعة، جت في كتف أحمد أبو الفتوح ودخلت هدف الأول للإسماعيلي. بعد دقائق بسيطة زيزو لعب كرة عرضية جميلة أوي، يوسف أسامة نبيه بمهارة فائقة حط الكرة ببطن رجليه على يمين كوكو حارس الإسماعيلي، أحرز الهدف الأول وأعادت الثقة لجمهور ولاعيبة الزمالك. وبعد مباراة حماسية متبادلة وهجمات متبادلة، قدر زيزو إنه يسجل الهدف الثاني للزمالك من ضربة جزاء صحيحة لمسها حمدي النجاز بيديه. وقبل نهاية الشوط الأول بدقائق استطاع السيسي أن يحرز الهدف الثالث للزمالك بعد كرة عرضية جميلة من إمام عاشور، لعبها السيسي بشماله على شمال كوكو حارس الإسماعيلي، لينتهي الشوط الأول بثلاثية لهدف لنادي الزمالك بعد أداء ممتع ومثير من الفريقين، وخاصة من فريق الزمالك. وفي الشوط الثاني استمر السجال بين الفريقين، لكن فريق الزمالك نزل بهدوء مطمن للنتيجة، لعبة بثقة وهدوء. نادي الإسماعيلي كان أحسن من الشوط الأولاني، هجمات متبادلة خفيفة، سيطرة من الفريقين على وسط الملعب، لكن استمر الأمر كما هو في الشوط الأول، وانتهت المباراة بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف. فيريرا أغرى بعض التغييرات في الشوط الثاني، نزل شيكابالا، نزل روى، نزل يوسف أوباما، وميدو بدأ يعمل بعض، وكمان سامسونج أكينولا نزلوا فيريرا آخر ربع ساعة. ميدو برضو أغرى بعض التغييرات، نزل عبد الرحمن مجدي ومحمد الشامي، ومسك بعض الكرة لكن بدون خطورة تذكر على مرمى الزمالك. وبالتالي أيضا الزمالك بعض الهجمات الخفيفة على مرمى الإسماعيلي، وانتهت المباراة بفوز الزمالك ليسيطر الملكي مدرسة الفن والهندسة على الدوري في طريقه للحصول على الدوري العام الثالث على التوالي إن شاء الله. مبروك لكل جماهير نادي الزمالك في مصر في الوطن العربي، وتحية خاصة لجمهور الزمالك في استاد القاهرة اليوم، ملحمة من التشجيع والانتماء والحب لنادي الزمالك. عاش الزمالك وعاش حب في قلوبنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.